هنعمل النهاردة مع بعض صينية البطاطس بالفراخ المشوية، حاجة كده في منتهى اللذاذة والجمال، سهلة وسريعة جدا وفي صينية واحدة. مش هنحتاج أدوات كتير، وهنعرف نحل المشكلة اللي أغلب الناس بيشتكوا منها، إن البطاطس بتشرب الملح والفراخ بيكون مش فيها ملح خالص. هقول لكم على السر اللي يخلي الاتنين مظبوطين على الشعر. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير، وتكتبي لي كومنت حلو زيك. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبتدي بالمقادير والمكونات بتاعتنا على طول، بس يلا اعملي لايك. معايا هنا فرختين غسلهم كويس بدقيق وملح وليمون. ممنوع استخدام الخل خالص. الخضار اللي انا هستخدمه معايا بصل وطماطم وفلفل حامي وفلفل بارد وليمونة واحدة بقشرها، طبعا على قد الكمية. كل فرخة ليها بصلتين وواحدة طماطم وواحدة فلفلة ونص ليمونة. انا عاملة هنا بزيادة، فانا مزودة الكمية. هضرب كل المكونات بتاعتي في الكبة زي ما شفتوها بالشكل ده. خلاص كده جاهزة معانا وزي الفل. تعالوا بقى نبهرها بالبهار بتاعنا. وايه البهارات اللي هتعلي معانا التيست وتخلي الطعم حلو؟ بس يلا روحي اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو زيك عشان اقولك على السر الخطير. قبل ما نبتدي بالبهارات، هنزل بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم الجاهزه. بحب احطها بصراحه واضيفها علشان بتدي طعم حلو. وتاني حاجه، والمكون اللي بيديها اللون الخطير اللي احنا شفناه في اول الفيديو، وهو معلقه كبيره من الصويا صوص. الصويا صوص الحلوة. نقي دايما النوع التقيل علشان ده بيكون اطعم والنتيجة بتاعته احسن كتير، احسن كتير من النوع الخفيف. هو كله طعمه كويس بس التقيل النتيجة بتاعته احسن. تعالوا بقى البهارات. معايا ملح وفلفل اسمر وجنزبيل وبهارات فراخ وشوية من البابريكا المدخنة وشوية صغيرين كده من الكزبرة الناعمة، بتدي نتيجة حلوة. هقولك مقادير الفرخة الواحدة. الفرخة الواحدة ليها معلقتين صغيرين من الملح، هيكونوا مظبوطين جدا. هقلب المكونات بتاعتي كويس خالص علشان اطمن ان كل حاجة وصلت لكل حاجة، يعني التوابل اتوزعت على البصل بتاعي والخضار كويس جدا لغاية ما توصل بالشكل واللون اللي انا هوريهولك ده. بس انا عايزة اقولك لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا، يلا روحي اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو وقوليلي بتتابعيني من اي دولة. وكملي معايا علشان اقولك السر الخطير اللي هيطلعها معاكي مظبوطة وكل الناس هيسألوكي عاملة ازاي. ومستحيل لا البطاطس تشرب الملح من الفراخ ولا الفراخ تاخد الملح من البطاطس. كل حاجة هتكون طعمها مظبوط جدا. انا هنا خلاص جهزتها معايا وبقت زي الفل ولونها خطير كده، تمام قوي. هنركنها على جنب ونجيب البطاطس. طبعا انا معايا حوالي كيلو وشوية من البطاطس. غسلتهم كويس وقطعتهم حلقات، بس هناخد بالنا ان التقطيعه بتاعتنا ما تكونش رقيقه قوي علشان طبعا الفراخ بتاخد وقت في التسويه، فانت لو رققتيها قوي هتتهري منك. هجيب الصينيه اللي انا هستعملها. بصراحه انا بحب استعمل يعني في الفراخ بالبطاطس الصينيه الالومنيوم، التسويه بتاعتها بتكون كويسه قوي وبتبقى ممتازه ما شاء الله. هتوزعيها كده بحيث يعني ما تحطيش طبقات كتير، حاولي ان هو يكون راق او اتنين بالكتير قوي علشان التسويه تكون مظبوطه. هنعمل ايه يا جيجي دلوقتي علشان نضمن ان البطاطس ما تشربش الملح بتاع الفراخ؟ هقولك بس اصبري معايا شويه. هناخد شويه كده من التتبيله وهوزعها على البطاطس وهقلبها كويس سواء بمعلقه او بايدي. الحركه دي بتخلي طعم البطاطس حلو جدا وبتديها طعم وريحه حلوه قوي. طب ايه السر؟ هقولك دلوقتي. هناخد معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الملح. هو ده السر اللي هيخلي البطاطس مستحيل تشرب الملح بتاع الفراخ. كتير جدا جربوها وكانوا بيشتكوا ان البطاطس بتسحب الملح من الفراخ والفراخ بيطلع من غير ملح خالص. انتي اول ما تحطي معلقة صغيرة مش مليانة من الملح، ده يعني بيبقى عازل ان البطاطس ما تسحبش اي ملح خالص من الفراخ. طبعا احنا عارفين ان لو في حاجة من الخضار احنا بنطبخها وطلع فيها ملح زيادة، بنحط قطعة بطاطس فبتشد اي ملح زيادة. احنا لما بنملح البطاطس فاحنا بنمنع ان هي تمتص اي املاح او اي حاجة خالص من الفراخ. فهي دي خطوة مهمة لازم تاخدي بالك منها. انا هنا خلاص قلبت البطاطس كويس في التتبيلة، وهنزل بنص المعلقة الصغيرة اللي انا قلتلك عليها على البطاطس علشان امنع ان البطاطس تشرب الملح. طبعا الملح وقع مني في مكان واحد فاخدت شوية كمان ووزعتهم. وهقلب كل المكونات دي. هفصل الكاميرا وهقلبها بايدي كويس بصراحة علشان اوزع الملح على البطاطس كلها واضمن ان كل حاجة مظبوطة على الشعرة.
قلبتها كويس، هبتدي اوزع الفراخ على الصينيه بتاعتي. انا هتبلها كويس جدا تحت الجلد، وانا دايما بحب اعمل شقوق في الفراخ علشان التتبيله توصل للحم من جوه، ما يبقاش بس الجزء الخارجي هو اللي متبل صح. الحركه دي بصراحه بتخلي الفرخه لحد العظم بتاعها بيكون متبل ما شاء الله. هتتبلي الكميه بتاعتك كلها وهتسيبيها حوالي ساعتين، مش هتسيبيها اكتر من كده علشان احنا عارفين ان البطاطس بتتاكسد وبلونها بيغير. هتسيبيها ساعتين كده في التلاجة وتغطيها كويس قوي. اهم حاجة تطمني ان البطاطس متغطية ومتغلفة بكل التتبيلة علشان لونها ما يغيرش مننا وتبوظ. واحيانا والله انا بكون مستعجلة وبعملها على طول وبتطلع زي الفل وفي منتهى الجمال. شايفين انا هنا بوريكم الشقوق اللي انا عاملاها في اللحم تحت الجلد، بلاش نقطع في الجلد نفسه علشان نخلي الشكل في الاخر زي ما انتوا شفتوه. اللي بيخلي شكل التحمير بتاع الشواية حلو ان الفراخ نفسها الجلد بتاعها بيكون سليم. اي تقطيعات اي شقوق عايزة تعمليها اعمليها تحت الجلد في اللحم نفسه. حاولي وانتي بتتبلي الفراخ تعملي لها زي مساج كده علشان اللحم معانا يطرى ويبقى زي الفل. مش محتاجين خالص نزود للتتبيله في يعني اي خل. انا بحس ان الخل بيهري الفراخ بصراحه، مش بحبه في الفراخ خالص، بيثبت الزفاره يعني بحس ان النتيجه بتاعته بتكون عكسيه. يعني مش بحب استخدمه خالص خالص، ودايما بنصح ان محدش يستخدمه. انا هنا خلاص وزعت الفراخ بتاعتي وبظبطها كده. انا في الاول بكون حطاها على وشها وبعدين بعدلها وخلاص. هظبطها بقى في كل حاجة، هزود لها المية بتاعتها، بحط لها حوالي من كوباية لكوباية ونص مية. انا هسوي الفراخ في الفرن، بوزع بقية التتبيلة، هجيب نفس المكان يعني الطبق اللي كان فيه التتبيلة، هزود فيه شوية مية وهبتدي ازود الصينيه بتاعتي. مش هنزود ميه كتير علشان احنا هنسويها في الفرن. الفرن مش بيسحب الميه، مش بيخلي الميه تتبخر بسرعه، فعلشان كده لسه كمان هتنزل الدهون بتاعتها، فما تزوديش الميه قوي علشان ما تبقاش عامله زي الشوربه. انا كمان الفراخ بتاعتي ما شاء الله كان فيها نسبه دهون، فعامله صوص حلو جدا مع البطاطس، صوص رهيب. هغلفها بالفويل بتاعي وهسيبها ساعتين في التلاجة لغاية ما اجي اسويها. هسويها في فرن على درجة حرارة 200، من 180 ل 200 على حسب درجة حرارة الفرن. بتاخد معانا ساعة ونص وبشغل لها الشواية وبتطلع بالشكل الجميل ده ما شاء الله. كانت مستوية وزي الفل. انا احيانا بزود التسوية شوية لان عندي في البيت بيفضلوا ان الفراخ تبقى مستويه بزياده شويه، هي مش بتتكسر بس في نفس الوقت بتبقى دايبه كده زي ما بيقولوا ذوبان. انا هنا رافعه لكم جزء من الفراخ علشان تشوفوا الصوص الخطير اللي نازل من الفراخ، حاجه كده في منتهى الجمال وبجد كانت دايبه ذوبان. هنقدمها كده جنب شويه رز بشعريه، وجبه متكامله وما تعبناش فيها خالص وسهله وسريعه. شايفين ما شاء الله البطاطس انا بطلعها طبعا سخنه فكانت بتتكسر مني. انا بحبها بصراحه التسويه بتاعتها تكون كده زي ما انت عايزه بقى. شوفي التسويه اللي انت تحبيها، بس بجد عجبت الكل والكل كان مبسوط جدا ان البطاطس والفراخ بيدوبوا كده في البق. أكلة سهلة وسريعة وأكلة الجدات وأكلتنا واحنا صغيرين. تعالوا نشوف شكل الفراخ من جوه عاملة ازاي. ما شاء الله مستوية جدا والعضماية كانت بتطلع لوحدها، بس طبعا هي كانت سخنة واللحمة أبيض وزي الفل. حاجة في منتهى الشياكة. اكتبي لي كومنت حلو زيك وما تنسيش تعملي لايك وشير كتير للفيديو. احنا كده خلصنا فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسيش تعملي لايك وشير كتير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. لو محتاجين ان انا اعمل وصفة معينة اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها بإذن الله. اشوفكم على خير مع وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.